عارف إن أحدث عربية دفع رباعي في العالم ب1,000,000 جنيه ممكن تغرز وتعطل في ثانية وسط الرمل؟ في حين إن الكائن ده بيعدي نفس الصحراء ب60 كيلو في اليوم ومن غير نقطة بنزين واحدة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيوجه نظرنا لسر عظيم وبيقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ تعالوا في رحلة سريعة نشوف الإعجاز العلمي اللي هيخلي جسمك يقشعر من عظمة الخالق. الجمل مش مجرد حيوان عادي، ده سفينة متصممة بدقة ربانية لا تقهر. تكنولوجيا البشر بتعطل وتقف عاجزة قدام قسوة الصحراء، وقوافل الإبل بتقطع عشرات الكيلومترات وسط العواصف والزلاحف بكل سلاسة. تعالوا ندخل جوه جسم الجمل حتة حتة ونكشف الأسرار. ونبدأ بالرأس، نظام حماية متكامل ضد العواصف. ودان الجمل صغيرة ومتغطية بالشعر عشان التراب ما يدخلش، والأعجب إنه يقدر يتني ودانه لورا ويقفلها تماماً وقت العاصفة. طب والعيون؟ رموشه مزدوجة بتشتغل زي الفخ، الطبقتين بيدخلوا في بعض ويقفلوا العين تماماً ويمنعوا أي ذرة رمل تدخلها. أما مناخيره فدي فلتر هواء طبيعي 100%، عبارة عن شقين ضيقين حواليهم شعر وحواف لحمية بيتحكم فيهم ويقفلهم تماماً لما العاصفة تشتد، كأنه لابس ماسك طبيعي مدمج كوشه بيحمي الرئتين من ذرات التراب الناعمة. بصوا بقى على الرقبة الطويلة دي رفعة ربانية متعددة المهام. طولها مثالي بيخليه ياكل من شجر عالي جدا أو يوطي ياكل من نباتات الأرض القصيرة، وبترفع راسه وحواسه بعيد عن غبار الأرض السافل. والأهم، بتشتغل كرفعة ميكانيكية جبارة بتساعده يقوم ويشيل أوزان مهولة بكل سهولة. ننزل تحت على القوائم والخف، ده كاوتش متفصل مخصوص للكثبان الرملية. الخف عبارة عن وسادة جلدية عريضة وسميكة جدا، لما بيدوس بيها بتفرش وتتسع عشان وزنه يتوزع وما يغرسش في الرمل الناعم. وقوايمه الطويلة بتبعد جسمه عن حرارة الأرض الملتهبة وبتديه خطوة واسعة وسريعة. طب لما بيحب يبرك ويريح، هنا دروع حماية ضد رمال جهنم. الجمل عنده وسائد جلدية سميكة جدا موجودة على مفاصل رجله وصدره، بتهيئه إنه يقعد على رمل بيغلي من غير ما يتلسع. والأعجب إنه بيتولد بيها جاهزة، دي منحة إلهية مسبقة الصنع، ومش كله بيطلع له من كتر المشي. الفرو والديل بتوعه عبارة عن درع حراري ومضاد للرصاص. جسم الجمل متغطي بفرو كثيف بيعزل حرارة الشمس المباشرة ويمنعها توصل للجلد تحته. وديله عليه شعر كثيف على الجنبين بيحمي الأجزاء الخلفية من حبات الرمل اللي بتطير مع الرياح بقوة وكأنها طلقات رصاص. معدة الجمل عبارة عن مفاعل هضم لا يقهر، معدة ب4 أوجه بتقدر تهضم الشوك والمطاط وأي نبات جاف وقاسي في الصحراء. والأعجب إنه مستحيل يلهث ويبخر مية من بقه مهما اشتد الحر والعطش. نظام ترشيد استهلاك صارم بيمنع تضييع أي نقطة مية. أما تبريد جسمه فده حكاية تانية خالص. الإنسان حرارته ثابتة عند 37، ولو زادت أو قلت يمرض وممكن يموت، وعشان كده بيعرق ويفقد مية بسرعة. الجمل بقى عنده تكييف رباني مرن، حرارته بتتغير بمرونة من 34 ل 41 درجة حسب الجو، فما بيعرقش إلا لو الحرارة عدت 41. الآلية دي لوحدها بتوفر للجمل 5 لتر كاملين من المية يومياً، وبالليل بيتخلص من الحرارة بالإشعاع من غير ما يفقد قطرة مية واحدة. حليب النوق هو إكسير الحياة الحقيقي في الصحراء، غني جداً بالبروتينات والأحماض الدهنية والفيتامينات، وخصوصاً فيتامين سي بنسب أعلى من أي حليب تاني. والجميل إنه ما بيفسدش ولا بيتجبن بسرعة، وبيقعد طازة لفترة طويلة جداً. ده مش مجرد لبن، ده صيدلية طبيعية كاملة. البدو استخدموه بنجاح لعلاج القرحة والربو وفقر الدم، والعلم الحديث أثبت إنه مضاد حيوي جبار بيقضي على جراثيم السل والحمى الملطية، والأهم إنه بيحتوي على بروتين بيشتغل زي الإنسولين بالظبط لعلاج السكر بنسبة 40 وحدة في كل لتر. شايفين العظمة؟ دي نظرة شاملة لآلة الصحراء المتكاملة،
كل جزء في الجمل بيرد على تحدي قاسي في البيئة، من الرموش اللي بتصد الرمل للوسائد اللي بتتحدى النار للتكييف الداخلي اللي بيحرس المية. ده مش مجرد تطور، ده تصميم هندسي إلهي محكم بيشتغل كنظام واحد متكامل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الجمل بيعلمنا رسائل وعبر مهمة. أولاً، إن التفكر عبادة حقيقية بتقوي إيماننا بالدليل العلمي. ثانياً، بيعلمنا المرونة والتكيف مع أصعب الظروف بأقل الموارد المتاحة. وثالثاً، بيأكد لنا إن كنوز الطبيعة غنية بعلاجات لأعقد الأمراض ومحتاجة بس مننا بحث وتأمل. لو استفدت من الرحلة دي وعجبك الإعجاز اللي شفناه، ما تنساش تقول سبحان الله. ويسعدنا جداً تتابعوا صفحة وقناة نور ساينس AI. اعملوا إعجاب واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد في عالم الإعجاز العلمي والتكنولوجيا. أشوفكم على خير.